إيه هي الطريقة الصحيحة لمعرفة الإمام المهدي عليه السلام؟ الطريقة الصحيحة، بما إن الإمام المهدي سلام الله عليه جاي يملأها قسطا وعدلا، يبقى لابد أن يأتي بقانون موحد عند جميع الأديان. لما آدم جاي يتوفى وجعل وصيته إلى شيث في مغارة الكنز، وأن يوصي بنيه وبني بنيه، ويوصي بعضهم بعضا عند وفاتهم. يبقى لما الآية بتقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، بيأتي الملك ازاي؟ من خلال الوصية. تكتب وصية وتقول له انت اللي تحكم من بعدي. وأوصى إلى أنوش ابنه وجعل وصيته إلى مهلائيل. كلهم بيوصوا بعضهم بعض. الطريقة السليمة الصحيحة المتفق عليها في جميع الأديان هي الوصية. وأتحدى كل من يكتب في البث المباشر، واللي من يسمعنا في التلفاز، واللي بيسمعونا على اليوتيوب، واللي بيسمعونا على الفيسبوك، واللي بيسمعونا من كل حتة، أن تأتوا لي بطريقة أخرى على نفس منهج الأنبياء والمرسلين. هذا تحدي قائم لكم. هعطيكم مهلة 15 عاما أو 20 عاما. مش بس بقى عند المسلمين، أنا حسبت لكم دلوقتي إنه هو قانون عالمي موحد. اقتراب موت موسى وتفويض يشوع اللي هي يوشع بن نون ليخلفه. وضع يدك عليه وفوضه أمام عيونهم، يعني هتنصبه قدام الناس بالنص. والدليل على الكلام ده أيضا في الإنجيل. أعطي، مين اللي أعطى؟ عيسى. أعطي درج النبي إشعياء، ففتح الدرج ووجد المكان المكتوب فيه روح يهوه لأنه مسحني لأبشر الفقراء. عندئذ طوى الدرج، أي طوى الورقة، وأعاده إلى الخادم وجلس عيسى. هنا عيسى عمل إيه؟ احتج على الناس بالوصية. فإنكم لو كنتم تؤمنون بموسى لكنتم تؤمنون بي لأنه كتب عني. لو أنتم عاوزين تؤمنوا بالإمام المهدي لابد أن تؤمنوا بالوصية رسول الله، ولو ما أمنتوش بوصية رسول الله ما أمنتوش برسول الله. نفس الكلام اللي بيقوله عيسى بيقوله لكم الإمام المهدي النهاردة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج بالوصية. احتج رسول الله بأنه مذكور في التوراة والإنجيل في سورة الأعراف 157 بيقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى رسول الله أثبت أنه هو حق بأنه هو مكتوب. قال لهم أنا اللي بشرني عيسى، وأنا اللي مذكور في التوراة والإنجيل. وهكذا فعل أبا الصادق سلام الله عليه، قال أنا اللي مذكور في وصية نبيكم، واللي بشر بيا عيسى، اللي بشر بيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كنت بدعة من الرسل. نحن أنصار الإمام المهدي عليه السلام. نحن من الله ولا نأخذ إلا من حجة الله. نحن الله معنا فمن علينا. تبين دلوقتي إنه الطريقة الصحيحة من المسلمين السنة ومسلمين الشيعة وعند اليهود وعند المسيحيين، الطريقة اللي اجتمعوا عليها وموجودة في كل كتبهم هي من خلال الوصية والنص الإلهي. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.